السلام عليكم، أنا سارة. اليوم جبت لكم موضوع مهم كتير ولازم كل بنت تعرفه وتفهمه مظبوط. تعرفوا إنه البنات بالمدرسة دايما بينافسوا بعض وخصوصا الشاطرين. كل واحدة هي بدها تكون أولى وكل واحدة بدها تجيب أعلى علامة. إذا واحدة جابت علامة مثلا 20/20 ومنافستها جابت 19/20 بتصير ذات الزعل وتبكي عشان علامة، واللي بيشوفها بفكرها رسبت، مع إنها بتكون جايبة 19 وأعلى من أغلب الصف. والتنافس موجود بكل مكان، مو بس البنات بالمدرسة. فيا ترى مبدأ التنافس صح ولا خطأ؟ أول إشي لما بدنا نعرف هل هذا الإشي صح ولا خطأ، لازم أول شي نرجع على دستور حياتنا واللي هو القرآن الكريم، ومن بعده السنة الصحيحة. ربنا قسم الرزق بين الناس حتى قبل ما ينولدوا، مشان هيك الرزق بالدنيا مكتوب ثابت ومش ممكن يتغير. والرزق بالدنيا بيشمل أشياء كتير، بيشمل العلامات والمعدل والمال والصحة والعلم والتخصص اللي بدنا ندرسه والإشي اللي بدنا نشتغل فيه بالمستقبل وأشياء غيرها كتير. وبالآية الكريمة ربنا بيقول: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وبآية تانية: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. وكمان في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رزق الإنسان رح يجيب التأكيد، ومش ممكن حدا يقدر يتحكم في هذا الرزق لأنه من ربنا فقط. قال رسول الله: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فما في داعي الناس تتنافس بالإرزاق أبدا، لأنه على الفاضي وما رح يغير النتيجة. المطلوب منا إنه نطيع ربنا ونتعلم ونجتهد وما نضيع وقت أبدا، ونعمل بجد ونتقن عملنا وما نقصر فيه، لأنه هذا فرض علينا وأمرنا نتوكل عليه وندعيه دائما، لأنه رح يعطينا الأجر على هاي الأشياء. وشو ما كانت النتيجة لازم نرضى فيها ونحمد ربنا ونكون عارفين إنه هذا نصيبنا ومش ممكن كان رح يتغير شو ما عملنا. وبالحديث الشريف: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والتنافس كمان له آثار نفسية علينا، لأنه رح يخلينا نحس بمشاعر الحسد والغيرة، وكمان بيصيبنا يأس وإحباط، لأنه دايما في ناس أعلى منا وأشطر منا أو حاصلين على شغلات أكتر منا. مو معقول طول عمرنا نضلنا تعبانين ومقهورين ومو راضين عن نعم اللي الله عطانا إياها، وبنفكر بس بالأشياء القليلة اللي ناقصتنا. وبصير أي واحد عنده أشياء أكتر منا بنكرهه لأنه مو قادرين نوصل له. ربنا خلقنا بالدنيا اختبار إلنا مشان نوصل للجنة بالآخرة، مشان هيك التنافس بأمور الدنيا غلط كبير. والتنافس اللي ربنا حث عليه بالقرآن إنه قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كان يقصد فيه نعيم الآخرة. يعني التنافس لازم يكون بالأعمال الصالحة ربنا أمرنا فيها مشان تعلى مرتبتنا بالآخرة، وهذا التنافس يعود علينا بخير كبير للمجتمع. وبتختفي مشاعر الكره والحسد والغيرة، ورح نتقدم ونتطور لأنه الكل بيساعد الكل. خلينا دايما نذكر أنفسنا بهذا المعنى. كل ما حسينا إنه إحنا زعلانين على شغلة راحت علينا وما قدرنا نحصل عليها، وبنتذكر إنه ربنا ما قدر لنا هاي الشغلة، فبنحمده وبنرضى. والأشياء اللي بنحصل عليها بنحمد ربنا عليها كتير لأنها من فضله وكرمه، مو من كثرة عملنا أو شطارتنا، بس من فضل الله، لأنه ربنا بيقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وهيك بنكون خلصنا الفيديو تبعنا. أتمنى تكونوا فهمتوا هاي الرسالة، وبنشوفكم بفيديو جديد الأسبوع القادم إن شاء الله. وسلام.